السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنضف معاكم غرفة نومي تنظيف عميق. الاول كده هبدأ بالستارة، هشيلها علشان تتغسل. على ما تتغسل اكون انا خلصت الغرفة. دلوقتي انا بدأت انزل الستارة كده واخدها معاكم ونروح نحطها في الغسالة زي ما قلت لكم. على ما اخلص الغرفة تكون الغسالة خلصت. دلوقتي انا بدأت كده بغسل الستاير زي ما انتم شايفين كده. انا خلاص هشغل الغسالة واسيبها تاخد الدورة بتاعتها. على ما تخلص اكون انا خلصت كمان الغرفة وكده. وزي ما انتم شايفين دلوقتي انا هبدأ بالشباك. هنفضه الاول بالمقشة او باي حاجة ناعمة على السلك كده بالشكل ده. هنا كان السلك مقطوع كده يعني شوية فانا حطيت له المنديل ده علشان ما يدخلش دبان ولا اي تراب ولا الحاجات دي، آه، ولا ناموس ولا كده. بس فالمهم انا جبت هنا الجلانس وبدأت امسح الازاز ولمع الشباك كده برضو تنظيفة عميقة. ويعني لو عليه اي تراب ولا اي حاجة هبدأ اشيلها بالفوطة دي. زي ما انتم شايفين كده انا مسحت المجرى ومسحته من فوق وتحت وظبطته كده بقى زي الفل معانا. وهنا الاخشاب هجيب لها بليدج. هبدأ بالخشب الاول لان هنا الولاد كانوا بيذاكروا عشان الامتحانات وكده، كنا حاطين السبورة فكانوا بيشخبطوا على الأوضة بالقلم اللي هو بتاع السبورة ده. فبدأت اجيب البليدج والمع كده الخشب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وطبعا رحيم محشور كالعادة يعني، ده العادي يعني هتشوفوه طول الفيديو. هو مبوظ لنا الفيديو بس يلا مش مشكلة. وزي ما قلت لكم احنا لسه مستمرين في تنظيف الخشب بالبليدج. بعد ما نخلص الخشب كله هندخل على الازاز بالجلانس. وكمان انا مش هشيل الملايات دلوقتي غير لما اخلص تنفيض وتلميع، بحيث ان الملاية ايه ما تتوسخش معايا كده في اول التنظيف يعني. اول لما اخلص التلميع هبدأ اجيب ملاية جديدة واغير الملايات دي. انا هنا برضو لسه بلمع الخشب بالبليدج. زي ما قلت لكم همشي على كل الخشب كده بالبليدج، بعدين همشي على كل الازاز بالجلانس كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما عندكيش بليدج ممكن تبلي فوطة تعصريها كويس قوي 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 من المية عشان المية غلط على الاخشاب وتلمعي بيها عادي. انا بما ان البليدج موجود فليه لا ما نلمعش بيه يعني. بس فلمعنا كده كل الخشب بالبليدج وبعد كده هنلمع الازاز بالجلانس. خلاص كده خلصنا الخشب هندخل على الازاز. جبنا فوطة تانية غير بتاعة البليدج خالص هنرش كده جلانس ونلمع. ما عندكيش جلانس ممكن حبة مية وحبة خل برضو بيلمعوا الدنيا كويس قوي كويس قوي و... وبيغنيك عن الجلانس يعني. لو الجلانس متوفر عادي استخدمي. هنا برضو رحيم محشور كالعادة في كل حتة عادي يعني هتشوفوا طول الفيديو مش مشكلة. هنا كل ما نمسح الازاز يرش لنا عليه تاني. وهنا طبعا انا شايله كل حاجه من على التسريحه وحطها في الدولاب. اي حاجه تتكسر اي حاجه تعمل زي اروش كده تعمل علامات على الازاز انا شايلاها خالص لاني هتشوفوا المرتبه معايا دلوقتي رحيم دلق عليها مانيكير والبنات. فشلت كل حاجه من على التسريحه بصراحه وشلت كل حاجه من الادراج. الحاجات اللي في الادراج دي مش بتاعتي، ده جل وحاجات كده بتاعت زوجي يعني، فانا حطاهم كده في الادراج عشان ما يقعدش يدور عليهم. لكن انا حاجتي شايلها حطاها في
في مكانها وحطها في الدولاب. هنا بقى نلمع الكسترات الذهبي دي تلميعة كده برضو سريعة قبل ما نحطها، عشان لو عليها اي تراب ولا اي حاجة نحطها كده على نظافة. يعني احنا لسه مكملين تلميع الازاز بالجلانس. زي ما قلت لكم احنا الاول بدأنا بالخشب، بعد كده بدأنا بالازاز، بحيث ان ده ليه فوطة وده ليه فوطة تانية على طول كده يعني. وده علامات المانيكير طبعا مش راضية تطلع ولا بالجلانس ولا بأي حاجة، هنشوف لها اسيتون او اي حاجة دلوقتي، وبعدين نبقى نطلعها بيها. وبرضو الكوستر ده هنلمعه ونرجعه مكانه. وخليكم معايا بقى لاخر الفيديو عشان هوريكم الاباجورات اللي انا قلت لكم هجيبها في الفيديو اللي فات، وجبتها. بس المشكله ان انا ما لقيتش اتنين شبه بعض. لقيت واحده بتاعت مكتب كده او بتاعت غرفه اطفال، والتانية بتاعت غرفة النوم اللي انا كنت عايزة منها اتنين. بس عادي انا خدتهم لان كده كده انا محتاجاها لغرفة البنات او المكتب بتاعهم. هنا انا بلمع ازاز الدولاب، بما اني انا لسه بلمع الازاز. وفي المرحلة دي هتشوفوا معايا القلم بتاع السبورة مشخبط على ظهر الدولاب، وهيطلع بكل سهولة بالبريج. وعلى فكرة الدهان ده ينفع معاه جدا الجلانس، يعني بما ان هو كده ليه نص لمعة، فبينفع معاه قوي الجلانس. بس طالما البليدج متوفر عادي استخدميه. وهنا ما ننساش المجرة برضو، بحيث ان هي ما يبقاش عليها اي تراب ولا اي حاجة. هنا هو ده القلم اللي انا بقول لكم عليه، شايفين بيطلع بكل سهولة ازاي؟ بيطلع على طول. وما ننساش لو اي حاجة محطوطة زي حاجات المروحة، حاجات الكهرباء، اي حاجة كده نعدي عليها بالفوطة كده، بحيث ان احنا كده كده بنعمل تنظيفة عميقة للغرفة، عشان ما يبقاش اي حاجة عليها تراب. وغير كده اصلا التراب ده بيجيب طاقة سلبية، فايه يا ريت نتخلص منه اول باول، حتى على اسلاك التلفزيون، حتى على الشاشة، حتى على اي حاجة، يعني نمشي كده عليها بالفوطة بحيث ان ما يبقاش فيه اي تراب في الغرفة. وهنا برضو الشجرة دي نفضها تنفيضة خفيفة، هي كده كده بتتغسل، بس هي ما كانتش محتاجة يعني تتغسل، فلمعناها كده بالفوطة. بس خلاص كده، وانا هطلع كل حاجة على السرير بما ان هي نظيفة. وهبدأ بقى هبدأ بقى اغير الملاية، اجيب ملاية جديدة يعني واغيرها. هنا بقى رحيم طبعا هارس الدنيا، فمش مشكلة يعني، هنسيبه يعمل اللي هو عايزه، كده كده احنا ايه بنروق الدنيا. المهم كنت عايزة اقول لكم على حاجة. انا وانا بغير الشقة وانا بنقل يعني في شقة جديدة، شركة الشحن اللي جات لي عايزة اقول لكم كانوا بيمرمطوا لي المراتب، يعني عارفين اللي هو مسحوا بيها الارض، هو ده. فانا لما جيت اغسلها من مكان التراب وكده فلطشت اكتر، فضايقتني اكتر، مش عارفة اعمل ايه بصراحة. بفكر اغيرهم او اجيب لهم الكفرات اللي هي بتاعة المراتب. بس كده فقلت اقول لكم يعني. وهنا رحيم بيتنطط. لما قلت له انزل عمل نفسه نايم.
كل ما افرد الملاية شوية ينعكشها لي بالتنطيط، بس مش مشكلة يعني، ما علينا، هنخليه يتنطط وفي الاخر هنظبط الدنيا بما ان كده كده بننضف عشان ما يعطلناش. وهنا انا بحط المفرش ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بما ان احنا في الصيف وكده، في واحد منه شتوي وواحد منه صيفي، ده بستخدمه في الصيف والتاني بستخدمه في الشتاء اللي انا لسه شايلاه. بس كده هنظبط السرير ونحط عليه الحاجات اللي هي في الارض زي الزرعة والباف وكده. وعشان نجيب كمان مية نغسل الارض، المية دي فيها كلوركس الوان، او ممكن تحط شوية كلور او اي حاجة عندك، بحيث ان هي تدي ريحة كده وتعقيم للارض والاوضة يعني. بصراحة كانت ريحتها تجنن يعني. وغير كده انا في الاخر عطرتها بجليد اللي هو لافندر ده، كان ريحته برضو تحفة قوي. هتشوفوه معايا في اخر الفيديو. كده نجيب المقشة كده بالشكل ده ونمشي عليها كده بالمية اللي احنا حاطين فيها كلوركس الوان او اي منظف يعني، جنرال كلور، اي حاجة، اي حاجة متوفرة ممكن تستخدمي. اقصد اقولك ان اي حاجة يعني بتأدي الغرض. بس فهبدأ ادعك الارض بالشكل ده، بحيث ان لو مثلا الولاد وقعوا حاجة لزقت على الارض، بياكلوا حاجة وقعت منهم، المقشة بتطلعها بكل سهولة. بس كده هزق المية كلها على الحمام. انا بما ان الحمام قريب من الغرفة، زقيت المية كلها على الحمام، وبعد كده جبت المساحة وبرضو شديت المية زيادة تأكيد. وبعدين جبت الفوطة ودي كانت التنشيفة يعني، نشفت الأرض بالفوطة عشان الولاد ما تتزحلقش وكده. هنا هو هبدأ أشد المية الزيادة بالمساحة دي. وبرضو على الحمام زي ما قلت لكم، الحمام قريب من الغرفة، ف بشد المية على طول. والحمام التاني قريب من الريسبشن، فبرضو بيساعدني كتير ان انا اكب مية براحتي. هنا برضو انا مشغله المروحه بحيث ان هي تهوي معايا الارض وما تاخدش وقت يعني، عشان اول ما اخلص على طول افرش السجاده. وقبل ما افرش السجاده ان شاء الله هنشوف مع بعض الاباجورات وتقولوا لي رايكم فيهم ايه. انا كنت هعمل معاكم غرفه الاطفال وبقيه الشقه، بس حسيت ان الفيديو هيبقى طويل. ان شاء الله هنزل لكم الجزء التاني بكره ولا حاجه. بس وبما اني انا مش هوطي، هجيب الفوطه كده زي ما قلت لكم هنشف الارض. بس بالنسبه لك انت ممكن يعني تحطيه على مساحه او توطي او اي حاجه يعني اللي يريحك اعمليه. وهتنشفي الارض كده هتنشف معاكي بكل سهوله، وتفرشي على طول ان شاء الله. يعني في خلال 5 دقايق او 10 دقايق هتلاقي الارض نشفت معاكي. الأوضة بتتكلم من النظافة يعني، مفيش ولا ركن فيها إلا لما تنضف. بصراحة النظافة حلوة وبتدي راحة نفسية كده. وغير كده الأوضة بتفضل كام يوم نضيفة، يدوب بس انتي بتروقيها بتظبطي الملاية وخلاص، على كده الأوضة خلصت. فالتنظيفة دي لو اتعملت كل أسبوع هتبقى حلوة جدا، وهتسهل عليكي كمان الشغل في الغرفة. هنا آخر ما رايحين مزهقنا اهو شايلينه بقى وإيه، وماشيين بيه عشان كمان ما يتزحلقش يعني. وما تنسيش كمان تاخدي الباب معاكي كده تلميعة وانتي طالعة، بحيث ان هو برضو ميبقاش عليه اي تراب ولا اي حاجة، ويبقى برضو نضيفه زي الفل.
هنا بعد ما الارض نشفت هوريكم الاباجورات. الاباجورات دي يا بنات مستوردة، خامتها حلوة جدا جدا جدا، بس للأسف ان ما كانش فيه اتنين شبه بعض. فجبنا الاتنين دول كده كده زي ما قلت لكم انا محتاجاهم. هحط واحدة في غرفة الاطفال او على المكتب، وهجيب واحدة تانية شبه المربعة على الكومود التاني. بس دلوقتي هحطهم مبدئيا بما ان هما لونهم ابيض والغرفة لونها ابيض، فهم لايقين. بس انا حاسة ان لا، مش ده الشكل اللي انا عايزاه. هنا هي بتتفك كده، ليها زي ايوه هو ده. بتفكيه كده وتحطي اللمبة بتاعتها وتركبيها تاني كده بالشكل ده. هتشوفوا دلوقتي شكلها وهي منورة، شكلها حلو قوي قوي بصراحة، وبتفرق في الإضاءة، وكمان بتعمل جو رومانسي كده في الغرفة لو انتي مطفية النور. يعني احنا دلوقتي مطفيين النور، وده كان شكلها وهي منورة. تعالوا بقى نشوف التانية. هي دي التانية اللي انا عايزاها لغرفتي. كنت عايزة منها اتنين بس للأسف ما كانش فيه اتنين. هي كده بتركبي لها اللمضة بتاعتها بنفس الطريقة بتاعت الأولانية. ليها زي دواية كده بتفكيها تركبيها هي الأول، بعد كده تركبي اللمبة بتاعتها، وبيكون ده في الآخر شكلها. ودلوقتي هنحطها كده في الفيشة بتاعتها ونشوف شكلها وهي منورة. شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ بصراحة الماتيريال والخامة بتاعتها والإضاءة بتاعتها بصراحة تجنن. يعني هي شكلها مش باين ولا تفاصيلها باينة، هي يا دوب بس باينه لكم كده كشكل، لكن هي في الحقيقة روعة روعة، تحفة تحفة بجد، وعجبتني جدا. وان شاء الله هجيب واحدة تانية علشان يبقوا الاتنين زي بعض. والتالتة دي هحطها في غرفة الأطفال زي ما قلت لكم. هنا كانت الغسالة خلاص خلصت، وجبت ستارة كده وركبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا ما بنشرش الستاير، انا بركبها على طول، هي بتنشف كده وهي متعلقة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بقى شكلها وريحتها برضو هي كمان تحفة جدا. بما ان الأوضة كلها كانت متنضفة تنظيفة عميقة، لازم كده نغسل الستاير ويبقى ريحتها كمان وشكلها نضيف، وعشان برضو ايه النفسية. ده شكل الاباجوره اللي انا قلت لكم هحطها في غرفه الاطفال، والتانية دي هجيب واحده تانية يبقوا الاتنين دول في غرفتي. ده شكل الاوضه بقى بعد ما خلاص خلصتها وفرشنا السجاد. فرشت السجاده دي يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، و... وخلاص كده يعني يعتبر الاوضه خلصت، يا دوب هنعطرها وخلاص يبقى كده الفيديو خلص. شايفين؟ نظافه حلوه برضو يا جماعه. بس وهنا هعطر الغرفة كده بجليد، ده اللي هو باللافندر، ريحته تحفة تحفة تحفة. وهو ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، تكتبوا لي كومنت حلو زيكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ومع الف سلامة. باي باي.